إبراهيم نور الدين يتخلف عن قائمة الزمالك التي ستخوض لقاء المريخ السوداني غدا، وذلك لعدم قيده في القائمة الأفريقية للزمالك. انت بتتريق يعني؟ ده ابراهيم نور الدين ده حكم مفيش منه اتنين والله. ده محمد عبد الغني هاس رجل حسام حسن وما حسبش أي حاجة، مع إن الفار ناداله في أول 15 ثانية وقال له تعالى في ضربة جزاء، وكل الحكام اللي في الفار اتفقوا إن في ضربة جزاء. الوحيد اللي شايفها من غير ضربة جزاء إبراهيم نور الدين. قال إيه؟ رجله ما اتكسرتش. ايوه عادي يعني، هو دايس على الكوتشي بتاع حسام حسن، ما دايس على رجله، عادي يعني، ايه اللي فيها؟ إبراهيم نور الدين حسب ضربة جزاء على محمد مغربي، مع إنه كرة جت في راسه مش في إيده. هي كرة لما تيجي في راسه تتحسب ضربة جزاء ولا إيه؟ وده قانون جديد مثلا إحنا معرفوش ولا إيه؟ على فكرة الزمالك اتحسب له 6 ضربات جزاء في الدوري، أعلى فريق اتحسب له ضربات جزاء، والفريق الوحيد اللي متحسبلوش ولا ضربة جزاء، مع إن حكام الفار قالوا له تعالى مش ضربة جزاء. كل حكام الفار قالوا له تعالى مش ضربة جزاء عشان الكورة جت في راسه. الوحيد اللي صمم إنه يحسبها ضربة جزاء. احتواء ده ولا مش احتواء؟ قولوا له بقى يا بتاع الاحتواء، احتواء ده ولا مش احتواء؟ ايه ده؟ الكرة لو جت في راسه ما تحسبش ضربة جزاء؟ ده من امتى ده؟ لو كل لاعب الكرة جت في راسه كان الحكام اتحسبت ضربات جزاء بعد شعر راسها لفريق الدوري كلها مش الزمالك بس يعني. طيب يا عم، تحب تقول حاجة لعيبة الزمالك بتاع ماتش بكرة؟ حابة أقول للعيبة الزمالك وحياة أبوكم ركزوا بكرة في أفريقيا، مفيش احتواء، مفيش إبراهيم نور الدين.